كنت غطسان في مشاكلي النفسية وإذ فجأة ألاقي نوتيفيكيشن إن مروان موسى نزل فيديو كليب جديد. وفي البداية كده كل الحب والتقدير للمخرج دونجا، وده لأنه بصراحة صاغ الانزايتي والدبريشن بطريقة لذيذة كده وخلاني أخش في المود بسرعة جدا. والحقيقة مروان موسى برضو نجح في إنه قدر يدخلنا لجزء من حياته الشخصية بطريقة سلسة كده وبطريقة سرد كده كانت لذيذة جدا. ومن وجهة نظري بخلاف إن مروان موسى شاطر جدا، إلا إن الذكاء في طريقة السرد دي أعتقد بترجع لحتة إن هو دارس سينما، وده طبعا بخلاف إن هو فنان حقيقي وعنده قلم وإحساسه عالي. زي ما يكون كده التعاون ده بين مروان موسى وبين عمر دونجا حقق المعادلة الفنية الصعبة من وجهة نظر، وده لانه من اول ثانية في الكليب وانا حاسس ان انا بتفرج على فيلم مش مجرد فيديو كليب. والكليب الكادرات بتاعته غنية جدا ومليانة احساس وخلتني اخش في المود بسرعة كده بسبب التكوين المحترم وبسبب توظيف الاضاءة الصح. من اول الكادرات الغنية جدا في تكوينها اللي مليانة احساس، زي الكادر اللي بيظهر فيه مامة مروان موسى الله يرحمها، وحدانية سامع صوت امي وانا لوحدي وسط العتمدية، لحد صياغة الاضطرابات والتوهان بفريمات سينمائية متغذية جدا كده. وخلال ال3 دقايق بتوع الفيديو كليب انت كمشاهد بتكون خدت جولة داخل حياة مروان موسى الشخصية بنجاح، عديت على التشتت اللي موجود جوه دماغي مكركبة، همومي هوا عالي فوق موج ومركبة، افكاري مهببة، وعديت على مشاكل شغله والطمع بتاع شركات الديستريبيوشن والانتاج، زمن الشهرة الشركات دي قاعدة بتنهش فيا. وعديت برضو على حزنه على والدته، انا اللي كنت بجري من الحفلة للبيت على الاستوديو، وعديت على مشاكله العاطفية، حاولت افتكر وشفت تأثير كل ده عليه طبعا من خلال تمثيل مروان موسى المشاهد بتاعته، وبرضه بتوظيف الإضاءة بطريقة محترمة وسلسة جدا كده عشان تكمل المعنى في الفريمات. زي المشهد ده كده اللي من وجهة نظري أنا شايف إن معناه هو تلاشي الشخصية وتغييرها وكده. ومشهد زي ده أنا شايفه بيعبر عن الأوفر ثينكينج اللي مروان موسى بيمر بيه. سنتين من غير شمس، الصوت الإيجابي كان برضه هنشوف في المشهد الجاي مين أكتر حد كان بيدعم مروان موسى. الشخص اللي كان موجود في المشهد ده هو والد مروان موسى وهو عمه محمد موسى. وفي مشاهد تانية زي كده هيجيلنا النصيب في الميعاد الصح، مش عايز اعمل اغاني اني جامد طح، واللي اعتقد ان معناها ان مروان موسى وسط العتمة بيحاول يلاقي لنفسه نور الامل. واللي بيليها مشهد ان هو بيرد على الاسئلة بصوت مكتوم كده ومحدش عارف يسمعه، واللي اعتقد برضو ان هو بيعبر عن الصوت اللي بيبقى مدفون جواه، وده الصوت اللي بيبقى مدفون جوه الدماغ وهو بيبقى عارف كل الاجابات الصح، ولكن هو بيبقى مدفون جوه الدماغ ومش قادر يظهر، وده بسبب الانزايتي والضغوطات والمشاكل النفسية اللي موجودة. وفي النهاية يعني انا استمتعت جدا بصراحة بفيديو كليب زي ده سواء كاوديو او كفيديو، فشكرا جدا للمخرج عمر دونجا ان هو نقل لنا الفيجن بتاعته بالطريقة الفنية السينمائية الجميلة جدا دي. وشكرا جدا برضو لمروان موسى على الرحلة الجميلة الصعبة قوي دي، وشكرا لكل التيم اللي اشتغل على الفيديو كليب ده عشان يطلع لنا بالطريقة المحترمة اللي احنا شفناها بيها دي. واتمنى انك تعدي من كل المشاكل النفسية دي يا مروان موسى ان شاء الله على خير، وان شاء الله كلنا نعدي من مشاكلنا، ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. طب ناوي تعمل ايه؟ مش مخطط بس هبقى اشوف في ثانيتها، ليه؟ مش عارف